خلال 10 سنين اخواتنا البعدة كانت بتقول ان السيسي الراجل بتاعهم داخل مصر. 10 سنين بيبني في طرق وكباري، 10 سنين الاقتصاد بينهار وهو عمال يستورد في اسلحة وبيبني قواعد عسكرية واحنا بنقول له حرام عليك احنا مش عارفين ناكل. 10 سنين بيقول الامن اهم وفي ناس كتيرة بتتريق على كلامه، لكن هم بيقولوا دلوقتي ان السيسي خدع وهو اصلا كان بيطور الجيش بشكل غير مسبوق ودوت استعدادا لاي مواجهة. 10 سنين بيبني طرق وكباري بس ربط البلد كلها ببعض لدرجة ان المسافة من سينا للقاهرة بقت 300 كيلو. ربط شمال سينا بجنوبها عن طرق وكباري، ربط شرق القناة بغربها، ودي اول مرة تحصل من بعد حرب 73. 10 سنين الاقتصاد بينهار وهو بينوع مصادر الاسلحة، مرة الصين، مرة روسيا، مرة فرنسا، عشان يبقى ما اعتمدش على امريكا بس. فهمتوا معنى كلامه لما قال الامن اهم من الاكل واهم من كروشنا؟ فهمتوا لما شفتوا تهديدات اخواتنا البعدة واللي كانت تهديداتهم كلها صعبة وكان الرد في منتهى الحسم؟ مفيش تهجير واللي عايز يجرب يقرب. الجيش بتاعك دلوقتي موجود في المناطق المحصورة في سينا غصب عن اخواتنا البعدة. الاف الجنود والمعدات موجوده في رفح، واشنطن بتجيب ورا بتقول لك مش عايزين مواجهه معاكم. اخواتنا البعده بعتت رسائل وبتقول احنا محافظين على معاهده السلام. الراجل دوت اثبت فعلا انه رجل مخابرات ومش سهل ابدا. دي لحظه توحيد الصف داخل القياده السياسيه، وفعلا كلامه صح، الامن اهم من الاكل. ومتاكد ان اي انسان عاقل بعد ما شاف اللي حصل من اخواتنا البعده لازم يتاكد ان الامن اهم من الاكل والكرش. معاك يا ريس لاخر العمر، معاك يا ريس عشان انت بتحب مصر، معاك يا ريس عشان انت بجد رجل المواقف، رجل المرحله. معاك يا ريس عشان انت تستاهل كلمه تسلم الايادي. تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي. صلى على محمد. وشعب وجيش وشرطه ايد واحده عشان خاطر مصر. مصر ومعاك يا ريس. ومن يوم ما حضرتك مسكت مصر او يوم ما حضرتك انقذت مصر واحنا كلنا معاك قلبا وقالبا. تحيا مصر. شاركوا الفيديو يا جماعه عشان يوصل كل الناس. السلام عليكم. مفيش تهجير، واللي عايز يفكر يجرب يقرب. احنا في ارضنا واللي عايز يفكر يقرب يجرب. اكيد الرساله وصلت.